الصداع والدوخة في أول أيام الصيام بتحصل بسبب إن الجسم بيتعود على نظام جديد، وده بيأثر على حاجات كتير. وأهم أسباب الصداع والدوخة في أول أيام الصيام: واحد، نقص الكافيين. لو أنت متعود على الشاي والقهوة وفجأة بتوقفهم لفترة طويلة، فده طبعا هيعمل لك صداع شديد. اتنين، نقص السكر في الدم. لو آخر وجبة قبل الصيام كانت مليانة سكريات أو نشويات، فالجسم بيستهلكهم بسرعة، وبعدها السكر في الدم بينخفض وبيسبب طبعا دوخة وصداع. ثلاثة، الجفاف. قلة شرب المية قبل الصيام بتسبب جفاف، وده بيأثر طبعا على التركيز وبيعمل إرهاق وصداع. أربعة، قلة النوم. تغيير مواعيد النوم والسهر لوقت متأخر بيأثر على نشاط المخ ويسبب دوخة وصداع شديد. خمسة، الضغط العصبي والتوتر. أحيانا على فكرة الصيام مع الشغل أو المجهود البدني ممكن يزود التوتر، وده بيخلي الصداع أسوأ. ستة، هبوط ضغط الدم. لو مش بتشرب سوائل كفاية أو مش بتاكل أملاح كفاية، الضغط ممكن يقل، وده يسبب طبعا دوخة وصداع. طب الحل إيه يا دكتور؟ لازم ابدأ الفطار بحاجة خفيفة زي التمر والمية في الأول، وبعدها شوربة أو حاجة دافية عشان المعدة تتهيأ للأكل. حاول تقلل الشاي والقهوة تدريجيا قبل رمضان، ما تبطلهمش مرة واحدة عشان الجسم يتعود وما تحسش بصداع شديد. يا ريت تخلي سحورك غني بالبروتين والالياف زي الفول والزبادي والبيض والعيش البلدي عشان يحافظوا على مستوى السكر في الدم فتره طويله. يا ريت نشرب ميه كفايه من الفطار للسحور، على الاقل 8 كوبايات متوزعه على الوقت ده. لو الضغط عندك واطي، زود شويه ملح طبيعي في الاكل زي الجبنه القريش او الزيتون، بس من غير افراط. يا ريت تنظم نومك وحاول تنام وقت كفايه عشان ما تحسش بارهاق وتعب وقت الصيام. لو بتشتغل وفي مجهود بدني، حاول تقلل منه في اول الايام لحد ما جسمك يتعود على الصيام. لو الصداع والدوخة طبعا فضلوا مستمرين بعد اول كام يوم او كانوا شديدين جدا، ممكن يكون السبب مشكلة صحية زي الانيميا او الضغط المنخفض، وساعتها لازم تستشير دكتور. لو عجبك المحتوى اعمل لي لايك وشير، واشترك على قناتي في اليوتيوب، واعمل لي فولو على التيك توك عشان يوصلك كل جديد. ويومكم جميل. السلام عليكم.